ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير يا رب. النهاردة حبيت أعمل لكم شوية عصاير كده مختلفة، عصاير فواكه غير العصاير التقليدية اللي احنا متعودين عليها كل شهر رمضان بنعملها، اللي هي طبعا الخروب والعرق سوس والعناب وقمر الدين. فحبينا النهاردة نغير شوية، ومعاها كمان فروت سلطات. ويا ريت بقى تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة، وطبعا تعليقاتكم بتهمنا. ويا رب نكونوا كده بنفيدكم. هنجيب السفندي. انا النهاردة جبت سفندي بدل البرتقال البلدي. لقيت السفندي دوت جميل وكله بيشكر فيه، بيقول ده سفندي بطعم البرتقال. قلت بقى اما اجربه. جبنا السفندي زي ما انتم شايفين اهوت، بنعصروه يدوي. ما قشرناهوش وحطيناه في الخلاط، لان طبعا فيه زي ما انتم شايفين بذور ياما، البذر فيه كتير. لو احنا ضربناه في الخلاط هيمرر، فهيبقى طبعا مش مستحب. جبنا الباباي. طبعا نضفنا، غسلنا الثمرة من بره كويس، وقطعناها وشلنا منها البذور اللي هي المدورة اللي فيها السودا ديت. وزي ما انتم شايفين اهو قطعناها وحطينا عليها عصير السفندي. ده عصير باباي بالسفندي. طبعا بسم الله ما شاء الله طعمه رائع يعني. هنجيبه اهوت وهنحطه عليه كمية السكر. يعني حطوا السكر اللي انتوا عايزينه مسكر قوي ماشي، عايزينه وسط اللي انتوا عايز يعني تحبوه. مفيش اي مشكلة. اهوت نضربه في الخلاط كده. العصير دوت ايه، خلص كده. هنيجي بقى لنوع العصير التاني، موز بالفراولة واللبن او الحليب. اهو بنقطع الموز زي ما انتم شايفين، والفراولة طبعا لازم يعني خلي بالكوا اغسلوها كويس قوي، لان بيبقى فيها رملة كده، بتبقى مش مستحبة. هنحط بقى عليها اللبن اهو. بس طبعا مش هنحط يعني لبن صافي، لا هنضيف عليه شوية مية علشان يبقى عصير الفراولة بالموز كده خفيف، ما يبقاش تقيل قوي. وحطوا برضو السكر اللي انتوا عايزينه اهو. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني قيمته الغذائية عالية. ونضربه في الخلاط. حاجة جميلة وسهلة وفي نفس الوقت مفيدة. هنيجي بقى لنوع العصير التالت اللي هو الجوافة بالبرتقان او بالسفندي. هنجيب الجوافة، لو الجوافة طرية بكل سهولة هتشيلوا البذور بالمعلقة، لكن لو الجوافة ناشفة اضربوها في الخلاط وصفوها. اهو حطينا الجوافة وحطينا عليها عصير البرتقال. ده عصير جوافة بالسفندي او بالبرتقال اهو. حطوا برضو كمية السكر زي ما انتوا عايزين. تضربوها في الخلاط. تعبوه بقى العصير ده في قلب ازايز كده وتحطوه في التلاجة. بيبقى ساعة الفطار حاجة في منتهى الجمال بصراحة، وطبعا قيمة غذائية عالية ما شاء الله، يعني كوكتيل فيتامينات. اهو قطعنا الموز بقى، هنعمل اهوت الفروت سلطات او الفخفخينة. اهو قطعنا الموز وحطينا عليه الفراولة متقطعة اهيت. وزي ما انتم شايفين برضو مقطعين الباباي. يعني سبحان الله شبه المانجا، بس الطعم مختلف خالص غير المانجا خالص. تحط عليه السكر. او احنا جايبين الجوافة اهوت ومقطعينها قطع صغيرة اهي اهو. نحط بقى السكر اهو، ونقلب كله في بعضه. ويا سلام بقى تحطوها في التلاجة كده تتلج، حاجة جميلة. وحطينا عليها عصير السفندي. ونقلبه بقى كله في بعضه. يعني ما شاء الله تتحط في بولات كده
وتتقدم للضيوف، حاجة تشرف يعني. وطبعا قيمة غذائية عالية لما يعني ديت كده هو تتاكل يعني على الفطار كده، حاجة جميلة، قيمة غذائية عالية. وحطيناها في بولات اهوت للتقديم اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة خالص. اهو العصير اهو حطيناه في الازايز اهيت. كل سنة وانتوا طيبين.